كشف تقرير صحفي عن اتخاذ البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قراراً نهائياً بشأن مستقبله مع النادي الملكي. وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في يونيو 2027، وقد توقفت مفاوضات التجديد منذ أشهر. ومنذ ذلك الحين انتشرت الشائعات حول مستقبل اللاعب البرازيلي، لكن صحيفة آس نشرت معلومات جديدة حول هذا الموضوع. وبحسب الصحيفة قرر اللاعب البرازيلي البقاء في ريال مدريد الموسم المقبل مهما كانت الظروف، فإذا مدد عقده الحالي لمدة عام واحد فهذا أمر رائع، لأنه لطالما صرح برغبته في الاستمرار مع النادي. أما إذا لم يفعل فسيرحل في صفقة انتقال حر عام 2027. لا يزال فينيسيوس جونيور بعيدا عن أي تحركات محتملة لتعديل خط الهجوم، مع وجود أنباء حول سعي النادي لضم مايكل أوليسي نجم بايرن ميونخ وتقديم ريال مدريد عرضا غير معتاد بقيمة 150 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لضم جوليان ألفاريز، والذي رفضه الروخي بلانكوس. وشددت الصحيفة أن فينيسيوس يركز حاليا على كأس العالم، ولذلك قرر التمسك بخطته بالبقاء في ريال مدريد. يخشى بايرن ميونخ رحيل مهاجمه الإنجليزي هاري كين مجانا في الصيف المقبل في ظل خلافات بينه وبين إدارة النادي البافاري. ويستعد هاري كين لقيادة منتخب إنجلترا في مونديال 2026 الذي ينطلق اليوم الخميس، علما بأن كتيبة الأسود الثلاثة تقع في المجموعة 12 مع كرواتيا وغانا وبنما. ويمتد عقد هاري كين مع بايرن ميونخ حتى يونيو حزيران 2027، وكان لديه بند يسمح له بالرحيل هذا الصيف، لكنه انتهى قبل أسابيع. ورغم أن بايرن ميونخ يتمسك بخدمات قائد إنجلترا ولا يريد بيعه في ظل محاولات أندية أخرى على رأسها برشلونة للظفر بخدماته، إلا أن الأمور ليست مثالية كما يبدو حسب ما ذكرت مجلة كيكر الألمانية. وأضافت المجلة الألمانية: توجد خلافات خفية بين هاري كين وبايرن ميونخ بشأن بنود ومدة العقد الجديد. وأشارت إلى أن هناك أندية ذات موارد مالية كبيرة تراقب وضع هاري كين عن كثب، وفي الأسابيع الأخيرة ارتبط اسمه بنادي برشلونة، لكن يبدو أن البلوغرانا يركزون أكثر على جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد. يعيش المنتخب البرازيلي حالة من القلق الشديد قبل 3 أيام من مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد المغرب. ويواصل فريق كارلو أنشيلوتي استعداداته في موريستاون نيوجيرسي، لكن بدون نيمار. غاب المهاجم البرازيلي مجددا عن تدريبات الفريق أمس، وبينما كانت بعض وسائل الإعلام تشير إلى عودته إلى أرض الملعب، إلا أن ذلك يبدو الآن أقل احتمالا. وقال موقع فوت ميركاتو إن نيمار لا يزال يتعافى من إصابة تعرض لها أثناء لعبه مع سانتوس، وتشير التقارير إلى استبعاده من مباراة المغرب، كما أن مشاركته في المباراتين التاليتين ضد هايتي وإسكتلندا لا تزال غير مؤكدة. يعد هذا الأمر ضربة موجعة للبرازيل، وإن كان لم يؤكد بعد غيابه عن تلك المباريات.